حين بدأت حورية وشهد وغيرهن من الفتيات الإماراتيات مداعبة الساحرة المستديرة، كان الحلم لا يتعدى الانخراط في ناد يضمن لهن ممارسة رياضتهم المفضلة، ولكن الأحلام كبرت بعدها بتأسيس دوري كامل قبل 4 سنوات. فما الذي تغير منذ ذلك الوقت؟ بدينا أول سنة يمكن بمشاركة 4 فرق فقط. السنة اللي بعدها صار في تطور لكن مش بشكل كبير. السنة الماضية كانت فيها 7 فرق مشاركة. السنة هاي صار في تطور أفضل ومقارب حتى لدوري الدرجة الأولى عنا. نلعب ذهاب وإياب. دخلنا النادي كان شوي يعني صعب لنا، لأن بعدنا كنا في مرحلة يعني مبتدئين، وحاليا بعدنا مبتدئين، بس يعني تطورنا من دوري إلى دوري وكثرة المباريات. حداثة نشأة الدوري لم تمنع القائمين على شؤونه من التوجه إلى تدعيم الدوري بلاعبات محترفات على أعلى مستوى، منهم من شاركنا في البطولات القارية وحتى العالمية، وهو ما تنعكس آثاره في تبوء الأبيض النسوي للصدارة على الأقل خليجيا. أكيد وجود اللاعبات لهم اسم عريق في كرة قدم السيدات إضافة كبيرة لأنديتنا في دولة الإمارات أو للاعباتنا على مستوى الخليج. أولا إضافة ثقافية لكرة قدم، ثقافة كرة القدم تطور عند اللاعبة، مفهوم كرة القدم، ثم نقل خبرة الدول هاي الكبيرة في دولتنا. كل الفرق دائما تسعى بأنها تجيب محترفين عشان يقدموا مستوى أعلى من المستوى اللعيبة المواطنين بيقدموه. فأنا بتخيل صراحة بأنه بهاي الفترة القصيرة والجيمات اللي لعبناها عم بنقدم إضافة منيحة للفريق، وبنفس الوقت إحنا علينا مسؤولية كبيرة، لأن دام اللاعب المحترف مفروض بأنه يقدم أكثر من جهده. تدعيم الدوري الإماراتي بمحترفات سيشكل نقلة نوعية، خصوصا وأن الإقبال على هذه الرياضة ناشئ جدا، وهو ما سيمنحهم تكوينا وخبرة وقاعدة صلبة ستساعدهم مستقبلا في تحديات أكبر من النطاق الإقليمي.